ما تعملش الغلطة ديت وانت داخل على اي شغلانة، انك ما تفاصلش في المرتب بتاعك. تمام. بص، هو في الوقت الحالي خلاص كده، الحد الادنى من الاجور والحاجات دي كلها ديت مش فلوس خلاص. فما تفتكرش ان انت لو اخدت اعلى منه او اقل منه ده كده فلوس. لا، ديت مش فلوس يا حبيبي، عشان تبقى انت عارف اي بيزنس انت داخله الفلوس اللي هم بيدوها لك اقل بكتير من اللي بيكسبوه. فبالتالي ما تستخسرش في نفسك وما تخافش انك ما تتقبلش انك تفاصل. الانفصال بقى بيبقى ازاي؟ تقول له مثلا، لا تقول ايه مثلا، ايه هو الاكسبكت سالري بتاعك؟ تقول سالري عالي خلاص. طيب يقول لك لا ده عالي، هو انت فاكر نفسك مين ومش عارف ايه، اللي هو ايه بيزعزع ثقتك بنفسك، فانت ما تديلوش فرصه ديت. قول له طب يعني وانت البادجت بتاعك كام؟ يقول لي مثلا والله ممكن تبقى حاجه قليله جدا، اللي هي مثلا ايه اقل بكتير خلاص. تقوم انت تعمل ايه؟ تقول له طب ماشي ممكن نخليها كذا، اللي هو نص المرتب اللي انت طالبه، اللي هي الحاجه اصلا انت كنت تفكر فيها في الاول. فاهم قصدي؟ فانا عايزك تفكر في النقطه دي كويس قوي، انك فكره انك انك تفاصل دي، وان هي بقى ما اسمهاش فصل، اسمها تفاوض. يعني نكبر كده الكلمه ونعممها نقول عليها تفاوض. التفاوض مهم جدا، هتستخدمه في حياتك كتير. فاستغل اي فرصه انك تفاصل وانك تتفاوض. ليه؟ عشان دوت بيوري للي قدامك ان انت مقيم نفسك كويس. بتخلي اللي قدامك يتربط بكلمه، يعني حتى لو انا غلطت بس هو شايف ان انا بفاصل وشايف ان انا قيمتي كذا. خلاص كده. بيقول لي مثلا كمان كذا هظبطك مثلا خلاص. انت ما تستسلمش للكلمه دي بس، لكن انت ما تستسلمش للكلمه دي خلاص. قول له لا، ما ممكن ما يبقاش في مره تانية، ما نعرفش الظروف فيها ايه، فاهم؟ ممكن تتكلم كده ايه، ترمي كلام وتشوف اللي هيحصل. فاهم؟ بس صدقني لو اللي قدامك فعلا محتاجك وموافق عليك من الاول اصلا، اول ما انت دخلت كشكل كطريقه كلام كمعلومات، هو مش هيقعد يفاصل معاك في مرتب. فانت دايما انت وصلت للمرحله دي معناها اصلا ان انت بالفعل اتقبلت خلاص. فما فيش حد بيرفض حد عشان المرتب. عشان بس تبقى انت عارف، هو اللي شايف ان انت قيمه وهتضيف له في البيزنس بتاعه، مش هيرفض علشان المرتب على فكره يعني. خلاص، الا اذا كان عالي جدا يعني، لا انت خليك ايه، في المعقول خلاص. فدي كانت حاجه مهمه جدا. فعلى الاقل حتى ربطت اللي قدامي او المدير بتاع المكان ربطته بكلمه، فكمان كام شهر هقدر اتكلم في الموضوع ده وان الايه الدنيا تزيد. فاهم قصدي؟ فانا عايزك كمان تفكر بالطريقه دي، انك تفاصل. تمام.